سلام، مرحبا بكم في قناتي مانيسا صافا. ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تابعوا في الفيديو تاعي. اليوم راح نشارك معكم لازانيا. الناس الكل تعرف دير لازانيا، بصح راح نعطيكم واحد السر صغير للصوص بيشاميل باش تجيكم هكا سايحه ما شاء الله، وتجيكم تهبل في الذوق تاعها. ما تركزوش ياسر في الفرماج لاني اول مره نستعمله، وانا كل مره نستعمل هكا نوع باش يعني نعرف النوعيه الباهيه باش نعود نعتمدها. عندي حبات تاع طماطم، زدت عليهم كعبة تاع بصل تكون متوسطة كيما شفتوا، والفيونداشي. اول حاجة نقص البصل كيما شفتوني هكا شكون شوية متوسط، ونحطه في المقلة يذبال غير شوية بركة، ونزيد عليه اللحم المرحي ولا الفيونداشي كيما تشوفوا. نضغط عليه باش يتحل مليح، يعني نبقى يجي فيه حتى لين يتحل كامل باش ما تبقاش فيه التكتلات. وهنا نزيد عليه شوية فلفل كحل، هذا هو التابل تاعو، ما عنديش توابل اخرى. انا اكيد راني قليت البصل واللحم في شويه زيت، نسيت ما ذكرتش. ومن هنا بعد لا تقلت هكا مليح نزيد عليهم كيس كامل تاع ما انا نحبه هكا يطيب، يعني ما نحبش ديريكتومون ينشف نطفي عليه باش يجيني طايب. الطماطم تاعي رحيتها في الماشينه هذيك لي معروفه في كل دار جزائريه. علاش نحب نرحي فيها الطماطم؟ باش يعني تخلي لي اللون تاعها احمر، ما نحبش نديرها في الاشوار اللي هي تخفقها وتولي لونها ابيض. زيد عليها 3 ولا 4 سنات ثوم كنت ربيتهم، ونزيد عليهم شويه طماطم مصبره باش تجيني لاصوص حمراء. نقلي شويه ومن بعد نزيدها كيس ماء ونخليها يعني هكا حتى تغلى شويه، ونخلي فيها لاصوص ومن بعد تشوفوا القوام تاعها. نحط كسرونه ولا حاجه تكون واسعه، مقله مثلا واسعه، نحط فيها الماء ونحط فيها الكعبات تاع لازانيا تاعي، نحط بالربعه بالخمسه ونهز كيما شفتوا. لازم تطرى برك شويه، مش يعني طيب، تطرى برك شويه باش تساعدني في الخدمه. ومن بعد نحيها ونعاود نحط 4 كعبات اخرين، ما تديش وقت ياسر. كاين اللي يديرها هكا نيه ديريكتومون يحطها في الفور، انا ما نحبهاش بالطريقه هذه، نحبها تكون هكا طايبه. كي نكملهم من ناحيهم نجي هنا ندير لاصوص بيشاميل تاعي. نجيب 2 مغارف تاع زبده يكونوا معمرين، وهنا ندير معاهم 2 مغارف تاع زيت كيما شفتوا. هذه هي يعني الحاجه اللي تخلي لاصوص بيشاميل تاعي ما يعني ما تجيش متكتله وتجي هايله حتى بعد ما تطيب. نخلطهم شويه ونخلي يسخنوا هكا شويه يدفوا، ومن بعد نزيد عليهم 4 مغارف تاع فرينه كيما شفتوهم، انا راني غير بلتهم. نخلط مليح هكا باش ما تبقاش فيهم التكتلات، سورتو في المرحله هذه نخلط مليح مليح حتى تولي يعني سايحه كيما تشوفوا. نبقى نخلط فيها هكا شويه حتى 3 دقائق ولا 4 باش تطيب يعني هذيك الفرينه شويه، ما تبقاش نيه ويجي فيها الذوق تاع يعني تاع الفرينه نيه. انا نجيب ايطره تاع حليب على الكميه هذه، ونصبها فوق الخليطة تاعي. كيما تعرفوا الناس كل دير بيشاميل، نخلط بيان هنا ونخلي يجي فيها كي تعود قريب الطيب. نزيد عليها شوية فرماج طري، هذا مثلثات ولا اي نوع يكون عندك، ونطفي عليها مع شويه فلفل كحل. كيما شفتوا اللي عنده فلفل ابيض من الاحسن يدير فلفل ابيض. نجيب البلاتي اللي راح يدخل الفور كيما تشوفوا، وشوفوا هنا القوام هذيك تاع لاصوص هذيك روج. وهنا كنت طيبتهم الكعبات كامل. نحط شويه في القاعده تاع لاصوص هذيك تاع الفيونداشي، شويه برك من كثرش باش ما تلصقش يعني العجينه من تحت. ومن بعد نجيب اللازانيا كيما تشوفوا ونحطها كطبقات. الطبقه الاولى ونزيد شويه فيونداشي كيما تشوفوا بلاصوص تاعو، ونحاول نوزعها على السطح كامل. انا نحاول ما نخليش يعني الفراغات باش تتبل يعني العجينه هذيك وتجيني طريه. نجيب لاصوص بيشاميل كيما شفتوا، ندير هكا شويه ثاني، ندير طبقه اخرى، وندير حسابي يعني نخلي للطبقات اللي مازالوا. نحاول حتى هي ننظمها يعني من فوق باش على السطح كامل، ونعاود للطبقة الثانية بنفس الطريقة. يعني نعاود نفس الطريقة، يعني هنا راح ندير لاصوص الغوج هذه ونزيد عليها صوص بشاميل للمرة الثانية، ونعاود ندير طبقة أخرى. كل ما تكون فيها طبقات ياسر كل ما يجي شكلها يكون مليح. درت الطبقة هذه وزدت عليها اللحم كما شفتوا، ونزيد لاصوص بشاميل كالعادة. هنا وصلت للطبقة الأخيرة، راح ندير الطبقة الأخيرة تاعي. هنا في الطبقة الأخيرة ما نديرش الفيونداشي، راح ندير برك
صوص بيشاميل، ومن الأحسن العملية هذه تكون يعني بسرعة باش ما تجمدلكش البيشاميل كي تعودي ديري. هنا واش راح ندير، كملها كاملة يعني لاصوص بيشاميل اللي بقات لي، ونغطي السطح كامل كيما تشوفوا. نجيب هنا الفرماج رابي كيما تشوفوا. هنا النوعية هو بنين، الفرماج هذا ما شاء الله بنين، بصح ما ذابش يعني ما ذابليش، وانا كنت مزروبة يعني ما حبيتش ندير واحد الطريقة يعني ملفة نديرها معاكم في الفيديوهات السابقة كي يجيك يعني النوعية ماشي ملاحة ما تذوبش. كاين طريقة شوفوا في الفيديوهات تاعي. نحطها في الفور على 180 درجة حتى نشوفها تحمرت. هنا كيما قلت لكم راني نزرب، راح عليا الحيل والفرماج ما عجبنيش خلاص. مي الذوق جا ما شاء الله جد هايلة. هنا جبتها كيما شفتوا من الفور، ما دتش وقت ياسر خاطر كل شي فيها طايب، حتى اللازانيا كنت طيبتها شوية باش تجيني يعني طرية وهايلة. هنا كيما تشوفوا قصيت لكم هكا مرسول، شوفوا كيفاه تجي طبقات فيه ما شاء الله، ما نحكي لكمش على الذوق جد روعه يعني كل شيء فيها يعني بنين. اكيد راح تجي بنينه، الفيون داشي، الصوص بيشاميل هايله، يعني كل شيء، الفرomاج كلش فيها يعني بنين، اكيد راح تجيني بنينه. شوفوا الشكل هذيك وشوفوا لاصوص بيشاميل كيفاه جاتني. انا كملت الوصفه وكمل الفيديو تاعي، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله، والفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.